صبحكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير. المشكلة اللي صايرة في مطار اسطنبول ان اليوم الاحوال الجوية تسببت بإلغاء حوالي 200 رحلة بسبب سوء الاحوال الجوية، وهذا شيء طبيعي يصير في اي مكان في اي مطار في العالم، وما عندي اي مشكلة فيه، خصوصا اني انا كنت اشتغل في مجال الطيران، ان مثل الامور هذه تصير بشكل طبيعي وعادي وما ما فيها اي مشكلة ابدا. النقطة مو هني، النقطة هي كالتالي: انت كمسافر مو مشكلتك ولا ذنبك ان الطيارات هذه التغت، ولا صار سوء الاحوال الجويه، ولا ان الموظف اللي موجود صار له مداوم 24 ساعه او اكثر. هذه مو مشكلتك ولا شغلك ولا لك علاقه فيه. انت عليك من الطياره مالتك متى موعدها تمشي. كل اللي تبيه ان شخص يعطيك معلومه واضحه دقيقه. يا اخي ماكو معلومه واضحه، ماكو معلومه دقيقه، يعطيك ابتسامه، يعطيك بريج حلو باسلوب محترم بكلام طيب، ما يزف وينزر ويصارخ وكذا كأن الناس جايه تبوقه. لازم يفهم اي شخص شغله خدمة العملاء ان العميل دائما على حق حتى لو كان غلط. انت لازم تمتص، انت لازم تكون عارف شلون تتعامل مع العميل سواء مسافر او زبون ايا كان. تدري ان في ظرف نفسي، ظرف عصبي، ظرف لازم تتقبله وتاخذه وتراضيه وتطيب خاطره. المفروض يصير كذي، لا تعطيه شيء زياده عن حقه، ما يبي شيء زياده عن حقه، مرات يبي اقل من حقه، بس بالكلمه الحلوه، بالكلمه الحلوه كل شيء يمشي. اما اسلوب التعالي والفوقيه والنزر وان انا مالي شغل وان اذيتونا ولا كذا ولا كذا، ترى عيب. ضحكني يقول لي بنادي لك الشرطه، نادي لي الشرطه، شو فارقه مع امي انا الشرطه؟ عبالك خاف؟ على حق، اللي على حق ما يخاف، لو شنو مكان لو تقدر تنادي لي اردوغان بكبره مو فارقه معاي. السالفه ترى مو قاعد اسوي شيء انا غلط ولا كذا، انا عارف القانون عدل وعارف حقي عدل. موعد الاقلاع كان 8:15، اجلوا لي 9:30، بعدين اجلوا لي 10:15، بعدين اجلوا لي الساعه 11، ولا اعلنوا ولا قالوا عن شيء. طافت ال 11 وصارت 11:30 ولا بلغونا ولا قالوا لنا اي شيء عنها، ولين صارت الساعه 12 وشيء يلا قالوا ترى الاقلاع بيصير 12، وعقب كانوا يحطونها الساعه 1 والحين حطوها الساعه 2. يبوننا الساعه 1 نروح البوابه. قلت له شوف، اذا ما بدا البوردنج فعليا انا ما راح اطلع من القاعه الا لما يبدي البوردنج فعليا والناس يمشي اول باص، يلا انا اجيكم من القاعه. لا كذي ماكو.